يعني غير داك لي سوريز فوق عارف داك الشيء ديال كريم شونتيي كدير داك الحبه د الكيوي هكذا كتقطع كتحطها. دابا غتحرموني من لي سوريز اللي كتحط فوق الكريم شونتيي. ايوا الكاطو كاين خص غير لي سوريز وصافي. واخا هاد خونا هذا غادي يقول شهاده قصيره تختصر كل شيء في الجزائر. اسمع. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Algérie, c'est impossible. C'est impossible à y travailler, je l'ai dé... لطيفه لطيفه لطيفه. قال لهم الجيري مش خدمت انا تما 3 سنين. قال لهم الجزائر شيء مستحيل، مستحيل ان تشتغل هناك. زيد. Jadi, moi j'ai un ami de Jamel Belmadi, je l'ai eu comme هذا صاحبه نتاع جمال بالماضي. capitaine quand j'étais manager de l'équipe nationale. هذا كان ماناجير نتاع المنتخب الجزائري وبالماضي كان كابيتان في الايامات اللي كان بالماضي كابيتان في المنتخب الجزائري. يعني هذا خدم شحال هادي، يعني هذا بهذا الشيء عرفوا شحال هادي على الجزائر. يعني دابا داك الكوارث تضربوا في 10. الفضائح نتاع الاعلام الجزائري والعقليه يعني العبيطه في هاد سميتو البروباغندات الاعلاميه ديال النظام العبيط القديمه دابا تضربات في 10. Il y a une telle pression, pas que du peuple, des médias algériens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression. Et alors, je vais au bout, t'as pas des instances qui disent à un moment, hey, on va se calmer sur l'Algérie. T'as pas des instances qui disent il faut se calmer. ما كايناش سلطات اللي توقف هذا الشيء. لا ماشي ما كايناش سلطات اللي توقف هذا الشيء. السلطات كاينه وهي كتستثمر في هذا الشيء. هذا الشيء اللي ما غاديوش تفهموه. السلطات الجزائريه هي اللي مخدمه هذا الشيء، هي اللي مستثمره في هذا الشيء. دابا ملي الحنش تقلبوا عض في راسو عاد فاقوا. فهمت؟ ملي الحنش ضارب وعض راسو عاد قالوا اي، اما هما راه مستثمرين في هذا الشيء. مال شتيوا مالك بنت عمي شتيوا شكون طيرها لك؟ شكون عصبك؟ ايا وفي خاطر شتيوا مغربيه حره ادي ديكاس من طنجه لطنجه. عيد ميلاد سعيد. سيري الله يخليك ديما نمبر 1. الله يوفقك وينجحك وينجيك ويسجيك. الله يحليك لامك ويعلي علامك ويحيد الشوك من قدامك. هابي بيرثداي تو يو. وراه دراري دمكاز جويوز انيفيرسير. هذيك انيفيرسير هي الكلمه الوحيده اللي كيقولوها ريافه بلا ما يبانوا ريافه. علاش؟ هي اصلا فيها ايغ بحال لو فيغ فينيغ. حنا نقدروا نقولوا فينيغ بلا ما نتفرشوا. علاش؟ لان اصلا كاين داك ايغ. داك الشيء اللي كاين اختي شتيوا جويوز انيفيرسير. عيد ميلاد سعيد بنت عمي. الله يفرحك ان شاء الله وكل عام وانت بخير. ومتمنياتي لك و1500 صديق وصديقه. حيدي واحد 300 ديال العديان. انا ما تحسبيهمش، حسبي غير 1200 وحسبي واحد 200 جزائري عادي حتى هما كيتمناو لك عيد سعيد. وكاين واحد 15 من دي ار اس. وكاين وزير العقاب كيتفرج هو السي تبون. عندك الزهره بنت عمي اليوم السي تبون راه حاضر في هاد الشيء ديال المباركه اللي درنا لك ديال عيد الميلاد. السي عبد المجيد بنت عمي. السي عبد المجيد دابا غادي يكبس. ما علينا. الله يحفظك اشتي والله يحفظك. الله يحفظك يا اختي الله يحفظك. اذا نعاودوا نسمعوه شنو قال. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Algérie, c'est impossible. C'est impossible à y travailler, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai un ami de Jamel Belmadi, je l'ai eu comme capitaine.
quand j'étais manager de l'équipe nationale, il y a une telle pression, pas que du peuple, des médias algériens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression. Et alors, je vais au bout, t'as pas des instances qui disent à un moment, hey, on va se calmer. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. إذا لي زانستونس أخي جاكيشان، لي زانستونس في الجزائر هما اللي صنعوا هذا الشيء. وفي 2019 تضربات داك الخطه نتاع غوبلز الالماني صاحبو ديال هتلر، الخطه نتاع غوبلز تضربات في 10 مباشره بعد الموت نتاع القايد صالح. فهمنا؟ مباشره بعد الموت نتاع القايد صالح، مع شنقريحه، مع تبون، مع الجزائر الجديده، اول خطه خدموا عليها هي العمليه على المؤامره، شحن الصراع مع المغرب والمغاربه. فهمت؟ صرف اي فشل تجاه المغرب، تجاه المخزن، بروفوكي لو ماكسيموم بوسيبل، بروفوكي الملك، بروفوكي المؤسسات، بروفوكي الدوله، الشعب، بروفوكي، استفزهم حتى يخرجوا داك العيب اللي بغيناه باش الشعب ديالنا يدير هذاك داك. فهمنا؟ يستثمروا باش ينسيو عباد الله في القضيه تاع الحراك، وداك اللي ماشي الاحتواء، داك الدوره اللي داروها على الحراك، وداك الحشيه اللي داروها الحراكيين. الالتفاف، وقع الالتفاف على الحراك والمطالب ديال الحراك، وباش ينسيو عباد الله ويحاولوا، لان الحراكيين كانوا بقاو من مور القايد صالح، مازال الحراكيين كيقول لك لا، ماشي هذا هو الحراك اللي بغينا، ماشي هذه النتائج اللي بغينا، ماشي هذه الديمقراطيه اللي بغينا. وتبون راكم عارفين شحال صوتوا عليه ديال الناس، وعارفين شحال جاب في النتائج نتاع التصويت، وعارفين حتى بعض المناطق بعينها بحال القبائل شحال من واحد صوت اصلا، شحال من واحد مشى لسميتو. اذا لقاو بان الامر خطير جدا، فخدموا هذه النظريه هذه ديال غوبلز. حرق لي يا بن عمي الكذوب، الوش الكذوب، التهجم، الكذوب. اذا كما قال واحد الاخ دابا عاد داز التعليق ديالو بزربه، خطه التطبيع والتبرديع، التبرديع بن عمي. ولكن الان وانا متاكد هذا الشيء راه دابا غير البوادر، راه مازال هذا الشيء غادي يرجع عندهم كامل، وغادي عرفتي هذا الشيء اللي رباوه الان كحقد عند واحد النوع معين من الشعب الجزائري. هذا النوع ديال الحقد اللي رباوه بالاكاذيب وبالتبرديع وبالتجهيل ديال الشعب، غادي يرجع عليهم واحد الرجعه خايبه بزاف، غادي يرجع واحد الرجعه خايبه بزاف في الجزائر. غادي يوقع واحد الانهيار. هذه بوادر، هذه البوادر نقسم لكم بالله الا هذه البدايه ديال الانهيار ديال هذا الشيء اللي واقع الان في الجزائر. البدايه ديال الانهيار، ماشي غير نهار غدا ولا بعد غدا، لا، هذه البدايه. دابا بن عمي ديالي غادي نمشيو نسمعوا واحد المستشار رياضي من اكبر المستشارين الرياضيين اللي كاينين في فرنسا، عيا صابر هو يخرج يدير فيديو. عيا صابر فين هو؟ ها هو. C'est sur la plus grande chaîne privée algérienne où هذا سميتو بيير مينيس. راه غادي يحصدوا داك الشيء اللي زرا تماما اختي امازيغيه، غادي يحصدوا مزيان، زعما غادي يحصدوا. هذا بيير مينيس بن عمي عيا صابر مسكين، هذا من كبار المستشارين الرياضيين، يعني سي ان كونسلتون سبورتيف وسورتو فوتبول، وكان كرونيكور في كانال بلس، يعني من الكبار الشخصيات الرياضيه على المستوى الاعلامي والصحافه الرياضيه والاستشاريات الرياضيه. اختي امازيغيه راه عارفه في هذا الشيء، لان الزوج ديالها حتى هو يمكن خدام في هذا الشيء. عيا صابر نسمعوا شنو قال. il y a des mecs
دابا ملي غندوزو لك انت باش نردوك من الاول كي غنديرو. C'est sur la plus grande chaîne privée algérienne où il y a des mecs qui ont carrément été dire que c'était un complot d'Israël et des Nations Unies si l'Algérie avait été victime d'erreurs d'arbitrage dans cette CAN. Donc, on croit rêver. On croit vraiment rêver. C'est invraisemblable. انفريسومبلابل. هادو شتو الفرنساويين مساكن راهم هما ماشي بحالنا حنايا، غير تسمع هو دار داك عرفوا راه قال الله ينعلها سلعه مع الله يخليها سلعه، شهاد الزمر شهاد الويل شهاد غير داك هما الفرنساويين هكا دايرين. هذاك سبك وعايرك وجبد لك الجدار وجبد لك والديك وجبد لك كلشي. شي 4 سكوند هو كي ما لقى ما يقول مسكين. هاديك بحال داك إباه de sortir des trucs pareils. Alors après, évidemment, quand tu es sur les réseaux, tu vois des trucs incroyables. T'as l'autre abruti qui a pété une télé avec une machette. T'as l'influenceuse algérienne qui insulte tout le monde, qui s'est déjà fait expulser de Côte d'Ivoire. Enfin bon, c'est... صوفيا ولات عالمية جدك، العالمية جدك. صوفيا ولات عالمية، فرنسا كاملة كتهضر عليها تشهرات، صافي وصلت إلى ما كانت تسمو إليه. لطيفة مرحبا مرة أخرى. زيد. Et c'est jamais de leur faute en fait, c'est jamais de leur faute, c'est l'arbitre, c'est la VAR, c'est la pelouse. عاقوا بهم. عرفتي شنو ملي كيعيقوا بك في فرنسا في روسيا في تركيا صافي تفضحتي يا ابن عمي. سي جامي دو لور فوت، سي توجور لا بولوز لو فار. هذا ما سمعش الكريكري تقاشر والرقيه، اما كون سمعها للاسف ما خدموش المترجمين تاعنا. Et voilà. Mais bon là, quand tu termines un groupe qui était quand même supposé être totalement à leur portée avec 2 points, à un moment donné, il faut aussi voir les choses en face et s'interroger sur le coaching de Belmadi, qui, alors je veux bien que la presse algérienne soit pas facile, mais tu peux pas agresser les gens comme ça en conf de presse depuis des années impunément, parce que c'est لا ما كنتفقش معك هنا، ما اتفقتش معك ابن عمي. انا ما اتفقش معك. لا شنو قال هنايا؟ لا يعني شنو قال؟ خصنا نبداو من الاول الترجمه. صافي زعما بلا ما نترجم والله العظيم. هذيك فيها كلشي. قال لك المنتخب كان المنتخب الجزائري جا في واحد المجموعه سهله جدا ومع ذلك جاب 2 نقط. تكلم على الاعلام وداك الشيء اللي وقع، داك الكوارث اللي وقعت على المستوى الاعلامي، ومشى عند بالماضي ولا لام بالماضي على داك لاغريسيون اللي كيدير الاعلام في الندوات الصحفيه. هذه ما نتفقش معاه. انا في هذيك اتفقت مع بالماضي. انا اتفق مع بالماضي. داك الطريقه باش كان كيجاوب داك الصحافه انا مع بالماضي. ما كانش كي اغريسيهم، بالعكس يستاهلوا اكثر من داكشي. Donc le jour où tu te plantes, bah, tout le monde te tombe dessus. Donc je serais quand même très étonné que Belmadi survive à ce 2e échec